ولأصحاب الأمور
عليه وآله وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه وأمهاته وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والتابعين 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 بإحسان إلى يوم الدين أنصار رسول الله والمهاجرين وعلى رسول الله ثم إلى رواية سيدنا المهاجرين محمد بن عيسى ثم إلى رواية سيدنا المحيي المقدم محمد بن علي وعلى وصلهم وروحهم ثم إلى الحبيب علي بن محمد بن عزيز الحبشي والدنا والديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين ثم إلى روحهم جميع النقباء والموجباء والأبدال والأوتاد والأقطب والغوث إلى روح الأولياء المتصرفين خصوصا محمد الشيخ عبد القادر الجيلاني من الصلاة وكذلك إلى روح الشيخ محمد بن عبد الكريم القادر حسن السبز المدني والشيخ عبد الصمد الرنداو والشيخ محمد الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البنجري البيان والشيخ محمد يوسف بن كنان والشيخ محمد يوسف بن كنان والشيخ محمد كثر الأنوار من أسماعيل البنجري والشيخ محمد زيد بن عبد الغني والشيخ يهدي خليل بن مستنجو والشيخ محمد يسعى غني بن عبد الغني مراتب بن دندران والشيخ محمد طاهر البنجري والشيخ علي عصير الصغير البنجري وجميع مشايخنا ووالدينا والديهم وأمواتنا وأمواتهم والمسلمين أجمعين أغنى بإذن الله تعالى وبكرامته نسأل الصلاة والشفاعة والقامة والإجازة والسلام والعافية والمغفرة في الدين والدنيا والآخرة آخرا وقادنا من عذاب القبر والشفاعة إلى يوم القيامة أغيث نفسي وحسن صادق ولا الجنة ولا حول ولا قوة إلا بالله يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين ثم إلى الله كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا وآبائنا وأمهاتنا وجميع المشايخنا وفروعنا وأصولنا وإخواتنا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأهل بيتنا وأنصارنا وجيراننا وجميع المعاصي والسرير والحاضرين في مجلسنا وأهل سلسلة الطلبات العزمية والحلية والقوتية والسمنية وإلى قوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضوان الله تعالى شيء لله لهم الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلى الله عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا صل على
بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشر ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح سهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحمد النبي توثق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك
الشرف
في عالم الشهادة والغيوب وما جل هذا المن الذي تغرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي بارز من محرد الأحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وضرزت قد العالم باعتراض التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم الأسر والواسع تجلي القضاء بانتشار فضله بالعليم والشاسع وله الحمد الذي لا تنحصى أسراره بتعداد ولا يمل تغراره بكثرة الألداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان فتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل بغير منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سرور قد توالى بحبيب عملنا من والا جل من شرف الوجود بنور وما الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقال وتلا في مجده وتعالى أغضب العيون في مجد وشم كامل يزيح الضلال وهو من فوق علم ما قد له رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي يبرز من حورة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعبد معاني الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله الإله الكريم بشرنا آياته بظل الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة قد رقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف للميزان عما تضمنه الجلال من التصديق بها والإذعان تربط بها في الصدور من الإيمان قواعده وتدوم على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. أشهد أن سيدنا محمدا العدل الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبلغه لخلقه وخلقه ولفظه عبد ونزل الله العالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة
بشرا كثيرا فكان في أمة الجميع المستضعفين سرا وجرا منيرا فما أعظمها من منة الله على البشر فما سعى من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلاة وجماعها فزكى التحيات وسعيها على هذا العمل الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بأرض الربوبية في مواطن الخدمة لله وقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه فينبسط في قلبه نور صدق تعلقه به وحبه فيغدر بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتضوا صواب المجد لقلبه وتبينوا بلاد الشرع الأصلي بوده وحبه من عطر الأقوال بنشر الإكرام النسير بالتقاديم والتكريم لفتت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فهو لقد بلغ التصوير في العالم المطلق الكبير عن كمال مشهود بالعين عامل واسم الكمال المطلق واسم الذنب والزين فتنقل ذلك الكمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب الضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التم الذي يتنقل في خروجه يتشرف به موضع استقراره وموضع خروجه وقد قدت القلم الأزلية بما قلم وظلت يصل هذا النور موصلا وخصصت به من خصصت فكان مستغرب بالأصلاب الآخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى أبرز بعالم الشهادة والشريعة كالبشر والنور محيا أفكاره وضاره فتعلم من الراقب هذه الخلوف لأن يقضى في هذا القاسم ولدي من عجائب ذلك النور المعروف إن كانت المسؤولات في عشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وتنويحا للمتعلقين بهذا النور المبين فإلا فما تعلم الظلام عن شؤون خير الأنام ولكن السبيل تدمير ما ضد من رجال أشرار المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقي الرايات بالأطوال مشهورة على مر غير الشهور والسنين دعي التعلق بهذه الحكمة الكريمة ولعي التشوق إلى السماء وأوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويدرى حاكم الحذاء اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا
أبي داود الغلا والقرطاس فتنزه في يده الأسماع والأبصار وقد بلغنا بالعاقد المشهورة أن أول شيء خلق الله والنور المدعو في هذه الصورة فالنور هذا الحبيب أول مخلوق براز العالم ومنه ترعى الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج على الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء راه الله والأشياء قال يا جابر إن الله خلق الأشياء نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعددت الرواية بأن أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لا ملاحظة خفية اختص من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلها وبطولا شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى وصله يد العلم القديم إلى من خصته بالتكريم هدي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي الأدب العظيم وأمه التي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه سبحان الله القاهر بطنها وضمنها إشاءها بمعونة الله محافظة على عقلها بالذرة وصوتها فعامله برعاية الله كما ولد عنها حملا خفيفا لا تجد له مثقلا ولا تشكشه ألم ولا عبلا حتى الشهر على شهر محمد فقد زيد عالم الشهادة لتنبسط على هذا العالم في الضغط وفضله وتنتشر فيه كالمجد الصغير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فمنذ علمت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المعصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقلب النور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة للعروس متشوقة إلى اللقاء كغير الكنوز وكل دابة لقريش شرعت بخزع العبارة معلنة بقمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادتها الإيمان ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح لملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تلقمه في البطون والظهور وأظهر الله للوجود بهجة التكريم ووصل بالعالم الكبير بين تشريف
التعظيم لبروز هذا الشهر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب علمت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب. أمطار الوجود إليه على الوجود نتيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة عشقت بناء هذا المستور ليبرز نور صلى الله عليه وآله وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. فانفذ الحق ما على من أتم الله عليهم النعمة من خواص الأمة أن يوم عند وضعه أمة تأنيسا لجلال المسعود ومشاركة لها في هذا الصراط الممدود. وعضلت بالعد سيدة مريم السيدة آسيا وعوان العالمين من قصر الله له من الشرار الغصة الوافية فدرعت التي ذكر الله على أمور وجود هذا المولود. فانفلق صرف الكمال من النور عن عدود ولا زعى من المحمود منعدا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. النبي يا من عطاء يا من
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف بنا صلى الله عليه وآله وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته متون الأوراق. كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا. برا له فلا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السابق المهتمي على المعنى الجازم. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو له الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله معاسن أخلاق الهيبة الغنية التي تدعي عنها رأس الضياء من البرية. فمن تشويقه تعطلت القلوب والمنازل. وبعرف ذكره صلى الله عليه وآله وسلم تطيرت المجالس والمهافل. فما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم جامع الصفات الكمالية بل منفرد في خلقه وخلقه بشرار العصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن سيد الوجود. الجملة في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجدي ومكانه. أوصاف عز وقد تعالى مجدها أخذت على نجم السماء بعنانه. وقد انبسط القلم في تبرير ما أوطان العلم وقاع مولد النبي الكريم. وإن يتمها أكرم الله نيانا عبدا مقربا من التكريم
والتعظيم والخلوق العظيم. وحسن لي أن أمسك عند الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولذلك يحسن الخلق كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. دعوني أنادي حبيبي وأفتح ذنوبي وأحاذني
وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا
لمقاعدنا والصدق في خدمات القائمين وإذا توفيت يا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجساد والأرواح والقلوب وعلى آله وأصحابه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان